كده، وطعمها الأصلي بمكونات موجودة في البيت، مش هتكش ولا تفك منك، وطرية وجميلة جدا وجوسي كده. ممكن تعمليها في الطاسة أو في جريلا أو أي حاجة أو حتى على الفحم، بخلطة جميلة جدا وبسيطة، تستحق التجربة. أول حاجة هنجيب هنا 600 جرام من اللحمة. اللحمة هنا لازم يكون فيها الدهن زي ما انت شايفة كده. هنحط اللحمة كده في الكبة بتاعتنا عشان نديها تنعيمة. أهم حاجة اللحمة المفرومة نحط معاها الدهن. هنحط هنا قرنين من الفلفل الأخضر. القرنين هنا صغيرين يعني من ما نحطش كبير. هنفرمهم هنقطعهم كده ونحط عليهم نص حزمة من البقدونس. البقدونس هنا يبقى الورق بس مش العيدان بتاعتها، علشان الكفتة بتاعتنا ما تفكش مننا. هنديها فرمة كده في الكبة. ده اللي احنا عايزينه. هنجيب هنا البصل بتاعنا، هنعصر البصل من المية بتاعته. البصل هنا لكل كيلو لحمة مفرومة هنحط لها بصلة كبيرة. هنا بقى هناخد انا حطيت بصلتين صغيرين. عصرتها من المية بتاعتها وحط شوية ملح كده على المية بتاعتها. هنستخدمها برضو في الكفتة ما نرميهاش، واللي هيتبقى منها نستخدمها في تتبيلات الفراخ، نحتفظ بيها في الفريزر. هنحط هنا معلقة الا ربع من الملح، معلقة صغيرة، على اللحمة. وهننزل بالبصل بتاعي اللي انا عصراه. هنحط معلقتين من البقسماط. بديل البقسماط هنا معلقتين من الدقيق، الموجود عندك في المتوفر حطي. معلقتين من النشا. معلقة من الثوم البودر، معلقة صغيرة. معلقة من البصل البودر. ومعلقة من الجنزبيل، بس مش مليانة، معلقة مش مليانة من الجنزبيل. وهنا بقى البيكنج باودر. هنحط طرف معلقة من القرفة، بس أنا مش عارفة ليه ما جبتهاش.